السلام عليكم، تحياتي نزيهة كيتشن تحييكم. مرحبا بالجميع في القناة، قاع لي زابوني مرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة رائعة تاع اللوبيا، الوصفات الشتوية. هذه هي الوصفة تاع اللوبيا. غادي تحكمي شوية تاع اللوبيا، حوالي رطالولة على حسب الأفراد تاع الأسرة تاعك. لوبيا يابسة، النوعية اللي تبغيها، تبغي كاريدو ولا نوعية واحدة أخرى مهم. وديري لها الماء يكون غالي ولا الماء يكون دافي، المهم يكونش بارد حتى تعمري قاع هذاك الماعون تاعك اللي ديري فيه اللوبيا تاعك تنتفخ، وتخليها ليلة كاملة تنتفخ ولا 12 ساعة وتغطي عليها. هنايا درتها لافي كيما نقولوا، ولو لوندومان الغدوة من داك نخليها ليلة كاملة تنتفخ. هنا لو لوندومان تا كي تفوت الغدوة من داك كانت هذيك اللوبيا تاعي انتفخت. هنايا كي انتفخت غادي نصفيها، نتخلص من هذاك الماء، وغادي تغسليها مليح بالماء تاع الروبيني، تغسليها مليح حتى اللي تشليها غايه كيما نقولوا، تغسليها غايه. ومن بعدك اللي تغسليها غادي تصفيها في الصفايه. ايا هنايا راها مغسوله نقيه. غادي توجدي هنايا في هذه الطريقه تاع اللوبيا اللي موالفين معتادين عليها، تاع طريقه جزائريه. هنايا غادي تديري غادي ندير البصل، ندير الثوم، وهنايا غادي ندير الزروديه، الطريقه تاعنا تاع زمان اللي تعلمناها. فيها زروديه فيها ثوم، وهنايا موالفين نديرو حنا غير زروديه والثوم، وهنايا ضفت لها كذلك البصل يعطيها ذوق شباب زياده على الثوم. تنجمي ديري لها غير زروديه والثوم. هنايا ضفت لها البصل زياده. نجمي كيما نقولوا تكتفي غير بهذيك الزروديه، تعطيها ذوق مع الثوم يكفي. اللوبيا هي روحها الطريقه تاعها الطريقه الاصليه تاعها هي زروديه والثوم. الطريقه الجزائريه هي زروديه والثوم. والطريقه الاخرى تاع البصل وهذيك طريقه واحده اخرى كذلك تخرج بها بنينه بزاف. هنايا غادي تنقي هذاك الثوم تاعك، غادي ديريه درسه بالكمون كيما العاده. غادي نديرها درسه في المهراز، ولا لا ما عندكش مهراز غادي غير ترابيها، ومن بعد غير بالمغرف تحاولي تمرسيها كيما نقولوا، تحصلي على هذيك العصاره تاع الثوم مع الكمون. على جهه غادي تقطعي داك البصل تاعك وكذلك الزروديه، توجدي الصوالح تاعك. هنا غادي ندير الثوم تاعي في المهراز باش نديرها درسه. وهنايا ضيفي له شويه تاع ملح يعطيه ذوق. وعلى جهه كنت ديجا هنايا غادي نقطع هذاك البصل تاعي قطع صغيره. انا راني قطعت كاع هذاك البصل على جهه تحكمي الطاجين تاعك. هنايا درت مورسو تاع اللحم اللي عندي، اللي عندك صدر دجاج ولا اللي عندك المهم. وترمي هذاك البصل تاعك وتخليه يتقلى، تضيفي له شويه تاع زيت وتخليه يتقلى مع قليل من الملح. هنا تضيفي له شويه تاع ملح للذوق. هنايا كي غادي نقلي البصل مع هذاك اللحم. في هذه المرحله كذلك غادي نقلي، ما غاديش نرمي الماء، غادي نقلي كذلك هذيك اللوبيا معاه.
وهنايا ضفت شويه تاع زيت كيما راكم تشوفوا. في هذه المرحله في هذه الطريقه اللي راني نقلي فيها البصل مع اللحم، وغادي تشوفوا كي غادي نقلي هذا اللوبيا الذوق تاعها يختلف على الطريقه الاخرى اللي كنا نديرو تفايدي اللوبيا وحدها. هذيك نجمي تخليها حتى كي ديريها وحدها تفيض عادت، بصح في هذه الطريقه مي ما غاديش نفيض اللوبيا تسمى غادي نديرها تنقله مع البصل. الفضل الطريقه الاولى اللي ما نضيفوش الملح فيها عفوا هي اللي تكون اللوبيا ولا عدس يفيض وحده في الماء، اللي ما ديريش الملح، باسكو لو كان ديري الملح وهو يفيض في الماء وحده ما يطيبلكش اللوبيا وما يطيبلكش العدس. بصح في الطريقه اللي تقلي فيها البصل ضيفي الملح، طريقه تختلف. تسمى هذه الطريقه اللي راني ندير فيها هنا تاع اللي تقلي فيها البصل، انا نعتمد هذه الطريقه دائما اللي نقلي فيها البصل، هي طريقه تخرج لي تجيني بنينه بزاف. وجربوا هذه الوصفه تاعي تاع اللي تقلي فيها البصل دائما، تخرج ذوق تاعها رائع رائع، اللوبيا تاعك تخرج ناجحه 100%. وما تنسوش ديروا اشتراك وفعلوا الجرس وخلوا لي كومونتير شباب، واللي مازال ما تابونش في لاشين تابوني. اكيد غادي تستافدوا من هذه الوصفات التقليديه اللي متعودين عليها، وصفات تقليديه جزائريه. مرحبا بالجميع. هنايا غادي تقطعي هذاك الزروديه تاعك تاني، تقلعي لها هذاك الدخلاني، هذاك لاكولور تاعها خضر، من الاحسن تخلصي منه على خاطر يعطي الذوق تاع مرور يجي مر كيما نقولوا. انا دائما نقلعه من يكون نخليه غير من يكون زروديه كاع حمراء نخليه، بصح هذيك الجهه كي تكون خضراء دائما تخلصي منها، تقلعيها كيما كنتو تشوفوا الطريقه راني ندير. من بعدك تقطعيها مكعبات. على خاطر طرق تاع تحضير اللوبيا والعدس يختلفوا، كاين وصفات هي كاع وصفات هي كيف برسك يتشابهوا، بصح كل واحد عنده طريقته. انا الطريقه تاعي المعتاده اللي نبغيها وكاع اللي نقلي فيها البصل مع اللوبيا، نقلي فيها البصل مع اللوبيا ولا مع العدس. والطريقه تاني اللي تفيضي فيها اللوبيا وحدها والعدس وحده كذلك تخرج بنينه، ولكن الوصفات تختلف كل وصفه وحدها. هنايا نضيف كما كنتو تشوفوا، نضيف هذاك اللوبيا اللي غسلتها وقطرتها من الماء، تضيفيها لهذاك البصل وتخلي تقلى. في هذه المرحله ما ديري لا ما لا والو، على بها راني دايره الملح. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. على جهه هنايا غادي نرمي، هنا قطعت هذيك الزروديه كما كنتو تشوفوا مكعبات صغيره، غادي نرميها في الطاجين ونخلي كل شيء على نار قليله يتقلى. في هذه المرحله ما غاديش ندير لي زيبيس، ما غاديش ندير توابل. علاش ما نديرش توابل؟ باش نخلي هذيك اللوبيا يدخلها الطياب تاع هذاك البصل وعنزروديه كاع يدخلها هذاك الماء تاع هذيك الخضره، والزيت يدخلها طياب. حتى كي يدخلها طياب عاد نبدا نضيف التوابل. التوابل هنا غادي نسحق سكنجبير ملعقه كبيره، نسحق كذلك كركب ولا خرقوم ملعقه كبيره، القرفه ما نستغناش عليها، والفلفل الاحمر حار نعطي كذلك شويه على راس الملعقه فقط. تبغي تضيفي فلفل اسود ولا قضيه اختيار، انا ما نديرهاش لا ماجوريتي دو طون، ما نديرش انا فلفل، انا بغي غير سكنجبير. هنايا غادي دوقي هذا كيما نقولوا دوقي هذاك الثوم باش تحصلي على هذيك الدرسه حتى اللي تولي كاع اون بات كيما راكم شفتوا هنايا ولات كاع اون بات. في هذه المرحله غادي نضيف الكمون حتى كي يذوب لي كاع هذاك الثوم، كي ندوقه كاع كي شغل يولي كاع اون بات، تما عاد نضيف له الكمون. هي كي تضيفي له الكمون يتلايم هذاك عفوا هذاك الماء اللي يطلقه الثوم يلم الكمون. هي على بها تحصلي على هنايا على اون بات، على عجينه تحصلي على حوالي ملعقه كبيره ولا، والذوق تاعها
كي غادي تذوقوه الذوق تاعها يخرج حار حار، على بها قلتلكم مديروش فلفل اسود ولا هادو ديجا مواد طبيعية صحية مليحة احسن. غير هادي تكفي ديجا تعطيها ذوق حار. في هاد المرحلة عاد كي دخلها طيب هذيك اللوبيا عاد ندير التوابل. ديري التوابل وتخلطي وتخلي كذلك هذاك اللحم راه يدخلها طياب راه يطيب. هذه هي. وطوماطيس غادي ديري مغرف تاع كونسونطري، 2 مغارف تاع كونسونطري تاع طوماطيس. انا خويت كاع هذاك المهرز وريحه تاع هذاك الثوم مع الكمون ما نحكيلكمش، جات هذيك الدرسه ريحه تاعها جات قويه. سورتو مليحه اللي يكونوا اون ايتا دو غريب ولا هادي زعما كيما نقولوا يريحوا عليها. شوفوا جاتني مغرف كبيره، جات جامده كاع باسكو درستها تري بيان. وهنا غادي نرميها في الطاجين تاعي. ايا ونخلط. كيما راكم تشوفوا درتها على هذاك المورصو تاع اللحم باش يدخلوا فيه كاع هذوك العناصر كاع تاع الثوم باش حتى الذوق تاع اللحم يخرج بنين. انا ما خبيت عليكم حتى حاجه، كاع اسرار نجاح هاد اللوبيا تخرج. وهنا غادي نسقيها في هاد المرحله عاد نسقي بالماء تالي يتغطى هذيك اللوبيا. ايا ومن بعدك نضيف طماطم مركزه ونخلط والقزبر. ولا هنا في هاد من بعد غادي ندير انا كرافس. انا غادي ندير انا الكرافس. انا كي نشري هذيك ربطه كبيره تاع كرافس نغسلها ونخليها تقطر مليح. بعداك اللي تقطر غادي نقطعها نخليها قطع صغيره ونديرها في قابصه وديريها في المجمد. دائما كي تبغي تستعملي تلقيه واجد، ماشي دائما ويشد لك مع اللي دائما وصفات شحال من وصفات اللي تبغي تخدمي بهم ديري هذاك الكرافس يخرج يولي جديد. غير كي شغل هذا وين درتيه. انايا درت 2 مغارف تاع طماطم مركزه خلطتها مع داك الكرافس، ضفت له شويه تاع الماء باش ندوب هذيك الطوماطيس ما نرميهاش كونسونطري ديريكتومون. ايا ومن بعد نخلط كلشي وغادي نرمي فيه هذاك الطاجين ونخليه على نار قليله يطيب حوالي ساعه ولا فايت شويه. تالي يطيب هذاك كاع كلشي يولي واحد الذوق تاعها يخرج وتجي طايبه طايبه زبده. والبنه ما نحكيلكمش تخرج بنينه بزاف. ورافقتها مع خبز تاع دار يخرج بنين. تبغي تاكليها مع مطلوع خبز تاع دار انتي والقو تاعك يخرج شباب. هذا ما يوالى من فصل الشتاء. هادو هما اللوبيا عدس. هذه هي الروتين الشتوي. ضيفي هنايا هذيك الطماطم تخلطي كلشي. هي وتخليها على نار قليله تتجمر الطيب. واحد الذوق روعه 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 ما نحكيلكمش كاع على هذاك الذوق اللي جا تاع اللوبيا. هيا ونقولكم شهيه طيبه. ما تنسوش تجربوا الوصفات تاوعي. سلام، تحياتي، مع السلامه، تحياتي للجميع، مع السلامه.